بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين ومتابعين جماهير التالتة مع عرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد وحلقه جديده من جماهير التالتة مع عرب. لو عجبك الفيديو بالله عليك تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا به الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك على امه المسلمين يا رب، اللهم امين. لايك بقى كده عشان خاطر معايا شويه اخبار حلوين. نخش على طول على اخبار النادي الاهلي. طبعا لا صوت يعلو عن مباراه الرجاء، لا صوت يعلو على مباراه الرجاء المغربي. ان شاء الله باذن الله قنوات بين سبورت اعلنت عن المعلق طبعا، وكل الاهلاويه بتحبه، على معلق مباراه الاهلي ورجاء المغربي. ان شاء الله المباراه تبقى الساعه 9 ان شاء الله سبحانه وتعالى. بكره ان شاء الله السبت المباراه الساعه 9 بتعليم مين؟ القاضيه ممكن بالظبط هو عصام الشوالي. احسن محمد علي الصراحه انا بحبه، بس تحس انه شوق مع النادي الاهلي شويه، وكمان مش بيصحصح المسائل كده. لا لكن عصام الشوالي، رؤوف خليف، حفيظ دراجه، لا الناس دي معلقين فعلا. فان شاء الله باذن الله هتبقى المباراه بتعليق عصام الشوالي. النهارده النادي الاهلي بيختتم تدريباته الرسميه والرئيسيه على ملعب المباراه استاد القاهره، استعداد خلاص لمواجهه الرجاء المغربي. كولر هيحدد موقف احمد عبد القادر من الناحيه الطبيه جاهز، احمد عبد القادر جاهز، لكن من الناحيه لكن حته بقى اللي هيشارك مش هيشارك، كولر هو اللي هيحدد موقفه اذا كان هيشارك اساسي او هيشارك احتياطي. طبعا كنا سمعنا لغط بقى وشويه زملكاويه محروقين شويه ان عبد القادر اتخانق مش عارف مع سامي قمصان والوقف دوت. بص عالم كذاب، طلع احمد عبد القادر ان راجل مصاب، وان شاء الله باذن الله بكره كولر هيحدد اذا كان هيشارك اساسي او على دكه البدلاء. ولازما مباراه مصيريه لازما ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب على اقل تقدير 2 أو 3. تروح هناك مرتاح سيكا، مرتاح شويه، ان انت لو اتخطفت بجون تبقى لسه الامور سهله، اتخطفت بجونين تبقى برضو الملعب لسه في الملعب. فانت لازم ان شاء الله هنا تكسب على الاقل 2-0 3-0، تروح هناك مستريح جدا. اهم حاجه ان الرجاء ما يحرصش فيك اهداف. نادي الرجاء محترم، فريق محترم، اعلى فرقه جايبه اهداف في دوري المجموعات. خد بالك، لازم ناخد بالنا. هتقول لي في اصل هي واقعه في بتاع في مجموعه سهله، اقول لك معلش مالناش فيه. اعلى فرقه جايبه اهداف في دوري المجموعات، فلازم النادي الاهلي ياخد باله. فرقه كبيره، فرقه محترمه، بس يا محمد، بس يا سيدي، فرقه كبيره، فرقه محترمه، المدرب بتاعها كفء، اللعيبه بتاعتها سكواد عالي على فكره، لعيبه عاليه جدا. فلازم النادي الاهلي ياخد باله ان الرجاء ما يحرزش هدف هنا، لازم الاهلي هو اللي يبادر بالاهداف ويحافظ على شباكه نظيفه هنا وهناك. مباراه صعبه. النادي الرجاء المغربي وتصريحات مسؤول الجهاز الفني لنادي الرجاء المغربي السيد منذر الكبير: غياب 4 لاعبين دفعه واحده عن فريق الرجاء في مباراه الذهاب. هما مين؟ زكريا حضرمو، عبد الصمد البدوي، وعبد الرؤوف غيث، والحسيني رحيمي. هما دول ال4 لاعبين اللي هيغيبوا عن مباراه الذهاب. يعني ممكن يبقوا جاهزين في مباراه الاياب ان شاء الله باذن الله يوم السبت، ممكن بيحضروه بيحاولوا يجهزوه ليوم السبت ان شاء الله في مباراه العوده. مع سبت على طول مباراه العوده، ويا رب يكون جمعه عشان الواحد يعرف يتفرج عليه. يعني مش عارف النادي الاهلي يوم سبت ايه، انا مش فاهم. ما كانت خليها يوم جمعه علشان يبقى المباراه اللي بعدها يوم جمعه عشان الناس كلها تشوف، مش الناس كلها بتاخد جمعه السبت على فكره. المهم مباراه مصيريه، وعلى جماهير النادي الاهلي، بس يا محمد على جماهير النادي الاهلي تاخد بالها، ما نشتمش حد، يخلينا في فرقتنا، ما يبقاش آلة ضغط على فرقتنا. فريق الرجاء في بيننا علاقه كويسه كشعب، كجماهير، كادارات انديه، ففي علاقات كويسه. فجمهور النادي الاهلي ملوش دعوه باي حد، ما يشتمش اي حد في مصر هنا، برضو ما يشتمش اي حد. اذا كان في حد قليل الادب عمل حاجه وحشه مع الجمهور فالجمهور ينساه، هم ليهم ان هم يشتموا، لكن النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي لما ترد ده عيب. مش عارف مباراه الطايره ولا مباراه ايه، كان جماهير نادي الزمالك
شتمت كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، وعيله مش عارف ايه وولاد ايه. طبعا ما فيش حد هيقول حاجه، لان اللي هيقول هيتشتم، لكن جماهير الاهلي تقول لا، نقط بقى والناس تقعد تتكلم بقى وتعيد وتزيد. يعني جمهور الاهلي مش شتم شيكابالا، الناس قعدت تعيد وتزيد وازاي ومش ازاي، ونسوا ان شيكابالا اصلا عمل حركه وسخه معلقه في الاذهان، معلقه في الاذهان. فلازم نخرج بقى عن موضوع شيكابالا والكلام ده. فلازم النادي الاهلي يكسب، ويكسب بفرق مرتاح، نروح هناك مرتاحين. جماهير الرجاء تخوف، جماهير الرجاء تخوف، الملعب يخوف، اللعبه حلوه. احنا ان شاء الله هنبقى حلوين وفي يومنا في مباراه الذهاب ومباراه العوده ان شاء المولى سبحانه وتعالى. تعالى لك القصه بقى الثانيه خالص، كهربا وموضوع كهربا. لان بص، كهربا عامل قلق وعامل حرقان وعامل كل حاجه تقولها للزملكاويه، عامل بص حاجه فظيعه، عامل حاجه فظيعه. النهارده كهربا قلب الدنيا، كهربا قلب الدنيا، بيثبت مجموعه من الحاجات المهمه لجماهير النادي الاهلي. ان الناس اللي كانت بتقول، وانا كنت بسمع لهم الصراحه، الناس اللي كانت بتقول ان الاهلي مضطهد من الدوله، والدوله مش عايزه الاهلي، والدوله زملكاويه، والدوله بتحارب الاهلي صراحه، وفي ناس هتشتري النادي الاهلي. اصل الخطيب قال النادي مش للبيع لو نفتكر. النهارده كهربا شارك في احتفال عيد الفطر المبارك مع ابناء شهداء القوات المسلحه وشهداء الشرطه في حضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوه كريمه من رئاسه الجمهوريه. حضور كهربا النهارده ليه ألف معنى ومعنى ومعنى، ليه ألف معنى ومعنى ومعنى. كهربا بس يا ياسين، بس يا بابا، النهارده حضور كهربا خلاص. الناس اللي كانت بتقول ان الاهلي الدولة مش عايزة الاهلي، الدولة بتضطهد النادي الاهلي، لو هنشغل مخنا، معلش لو هنشغل مخنا، ازاي دولة هتعادي نادي بيشجعوا 90% من شعبها؟ يعني ازاي دولة هتكره نادي 90% من الشعب بتاعها بتشجع النادي ده، بتنتمي للنادي ده؟ انا ماليش دعوه بالنادي التاني اللي هم ال 10%. هتقول لي ما في ناس تيجي تقول لك يا عم ده انتوا 90. بص على ماتش السوبر اللي جاي حضرتك، بص على ماتش السوبر اللي جاي وانت هتعرف ايه. هقول لك هتعرف. شوف جماهير النادي الاهلي، انت بتقول بقى هنا احنا الاهلي اكتر وبره الزمالك اكتر. انا بقول لك بقى شوف بقى التذاكر بتاعت النادي الاهلي هتخلص في قد ايه، وشوف نادي الزمالك بقى التذاكر بتاعتها هتخلص في قد ايه، وتحايلوا على الناس، والنادي الاهلي هياخد جزء من تذاكر الزمالك. ما هو ده في الامارات، دوله خليجيه. عشان بس ما نقعدش بقى ايه، لان في واحد اخ كريم قعد يكتب لي في كومنت كده، طب انت عرفت ده 90% من المصريين زملكاويه ومش عارف ايه. فانا رديت عليه برضو، يعني ما كله بالادب، كله بالادب. المهم فكهربا بيرد على المشككين والمزورين، وكهربا ماشي يبص في الطريق الصح. الجماعه معلش يعني، موضوع كهربا دوت، والناس اللي عماله تقول الدوله بتحارب الاهلي والدوله بتكره الاهلي، ممكن يكون في مسؤولين، ممكن يكون في مسؤولين كبار في الرياضه، مسؤولين كبار في الرياضه هم اللي بيوصلوا كده، وهم اللي بيحاولوا يوصلوا لنا كده كجماهير النادي الاهلي، كجماهير النادي الاهلي. فلازم الجمهور النادي الاهلي ياخد باله من الحاجات دي. لازم الجمهور النادي الاهلي ياخد باله من. بس يا بابا يا رانيا خدي بالك يا رانيا بقى، بيخبطها بالبتاعه دي. لازم الجمهور النادي الاهلي ياخد باله من الحاجات دي. خلاص احنا عرفنا، وكهربا بيحضر النهارده مع فخامه الرئيس العيد ان شاء الله، عيد الفطر المبارك. ليه ألف معنى وليه ألف رد، ليه ألف معنى وليه ألف رد. لان في ناس في الاتحاد او في الاعلام بتصور لنا ان كهربا شيطان. كهربا لو جيت اتنفس نفس واحد بس كده في التلفزيون ممكن ياخد عقوبه. اي حاجه عقوبه، اي حاجه عقوبه. عقوبه ايه؟ عقوبه بالملايين، عقوبه بالملايين، مش عقوبه يعني اي عقوبه. فكهربا محسسنا ان هو شيطان الرياضه المصريه، شيطان الرياضه المصريه. لا، كهربا نجم دلوقتي، كهربا ماشي صح. بس يا كندا معلش، كندا عامله قلق بقى، معلش كل سنه وانتم طيبين.
فكهربا عامل قلق ليهم، كهربا عامل حرقان، وحرقان بص كيناكومب اللي في الصيدليات لو رحت سالت عليه دلوقتي مش هتلاقيه، مش هتلاقيه. هو الحرقان ماسكه. مش معنى النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي بتعمل اعلانات والزمالك لا، اشمعنى راعي النادي الاهلي مش عارف قد ايه والزمالك لا، هيجي وقت يقول لك بقى اشمعنى كهربا راح يصلي العيد مع فخامه الرئيس والزمالك لا. بس مش هتقدر تقولها لان انت بتخبط كده في الكبير، فانت مش هتقدر تقول الكلام ده. فكهربا بيرد ان كهربا كبير، كهربا كبير وبيرد في الملعب باهدافه وبصناعه لعب وياما. كهربا هيكسم النادي الاهلي اهو، بيجيب اجوان صح، كهربا عقده صح او كهربا حطه صح. فكهربا بيرد على الناس دي كلها ان كهربا 100 كهربا بص اللي عايز يعوي يعوي، بس انا ماشي في الطريق الصح وكهربا ربنا بيكرمه. تخيل معايا كده واحد بيتوقف 6 شهور ما بيلمسش الكوره غير تدريبات بس. تخيل معايا انت كده 6 شهور تدريبات بس، واول ما بيرجع كأنه بيلعب ولا من اول السيزون من اول الموسم. اللياقه البدنيه زي الفل، بيجيب اجوان، بيعمل اسيست، شغال، ما بيقفش ما بيعطلش، ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه. يتخيل انت معاه كده. في ناس تانية لما بتقعد ماتشين لازما ماتشين و3 علشان خاطر ترجع الفورمه وترجع. لا، فكهربا حرقهم، وكل كهربا ما يجيب جول بيحرقهم اكتر. كيناكومب ما بيطلعوش في السوق اكتر. فكهربا النهارده بحضوره صلاه العيد مع سياده الرئيس لها الف معنى ومعنى لجماهير النادي الاهلي وجماهير الفرقه الثانيه، والاعلام بتاع الناس الثانيه اللي بتهد في كهربا، والاتحاد اللي بيهد في كهربا، ورابطه الانديه اللي بتهد في كهربا، وكل اللي ولجنه الانضباط اللي بتهد في كهربا. بس خلاص احنا عرفنا عقوبه كهربا، شكرا. عقوبه كهربا خلاص. النادي الاهلي لما بيحمر عينيه، لما النادي الاهلي بيحمر عينيه كله بيجيب ورا. فالنادي الاهلي راح محمر عينيه، راح جايبين ورا. موضوع كهربا اتقفل ضبه ومفتاح. كهربا هيلعب السوبر، كهربا هيلعب في افريقيا، كهربا هيلعب في الدوري. واذا كان في، انا بقول لك اهو، اذا كان في عقاب لكهربا هيبقى بعد الاهلي ما حسم الدوري خلاص. ان انت يا عم اهلي حاضر، احنا اهو عملنا اللي انت عايزه، احنا رضيناك. فبرضه سيبنا ناكل عيش. انا حلقتي خلصت لكن فيديوهاتي ما خلصتش. بالله عليك يا جدعان بقى لايك. المشاهدات اقل من المشتركين، افهمها ازاي؟ فيديو طالع فيديو نازل افهمها ازاي؟ فبالله عليك ما تبخلش عليها باللايك. ادعمني، اللايك ده بيدعمني وبيدعم الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.